يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عدس اصفر بطريقة تحفة وسهلة وبسيطة جدا. انا هنا معايا 3 طماطمات صغيرين. انتي بتحطي 2 وسط، لو ما عندكيش وسط بتحطي 2 صغير 3 صغيرين. معايا 3 جزرات برضو وسط او 2 كبار. معايا بصلة كبيرة، معايا من 6 ل7 فصوص توم متقطعين صغير بالشكل ده، والثوم برضو متقطع صغير، والطماطم وكل حاجة متقطعة عندي هنا صغير عشان نديهم تشويحة في معلقة سمنة الأول. وهنكون نقعين العدس الأصفر قبليها مثلا بحوالي نص ساعة عشان ينزل المادة اللي بتتعب القولون وكده. وبعد كده هتصفيه كويس قوي، وبرده هتخليه يتشوح مع الخضار دوت، يتشوح وياخدوا تشويحة حلوة جدا مع بعض. بعد كده هنبتدي ننزل عليهم بالمية او بالشوربة على حسب المتوفر عندك. اهو يا جماعة العدس بعد ما شوحته نزلت عليه. قبل ما انزل العدس نزلت بمعلقة كزبرة صغيرة، شوحتها مع البصل ومع الثوم والخضار اللي كان موجود. وبعد كده نزلت بالعدس ونزلت عليه بمعلقة صلصة طماطم اللي هي الجاهزة المعلبة. وبعد كده دلوقتي هنزل عليه بالمية. تمام، بالشكل ده. وهسيبه بقى يغلي ويستوي مع نفسه. كل اللي هضيفه عليه بس مش دلوقتي كمان، هضيف حبة كزبرة تاني، هضيف حبهان لوري، سنة بابريكا، سنة كاري، وكركم. الكركم والكاري بيدوله طعم حلو جدا. وادي يا جماعة العدس بتاعنا بعد ما خلص واتعمل له الطشة زي طشة الملوخية. عايزة اقول لكم طعمه تحفة، ريحته تجنن وخلتني جوعت اصلا. بجد رهيبة. لو عجبتكم الوصفة بليز لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار. باي باي.